هعرض لك مجموعة صور في السريع بتمزج ما بين الرعب والغموض. الصورة اللي قدامك دي مع الوهلة الأولى تحس إن هي عادية جدا، مجرد شخص واقف عند فتحة أو بير. لكن لو عرفت إن المكان ده فيه ناس كتير ماتت قبل كده جواه هتحس بنوع من القلق. المكان ده نفق جليدي عمقه 3700 قدم. أشخاص كتير قربت منه علشان تتفرج عليه من قرب، والنتيجة إن كلهم اتزحلقوا جواه لحد ما وصلوا عند القاع وهناك فرقوا الحياة. كان من الصعب جدا أو شبه مستحيل تقديم المساعدة للأشخاص دي وإنقاذ حياتهم. النفق ده اسمه مضيق روس الجليدي، وموجود في ألاسكا من 1000 سنة فاتوا. بيعتبر واحد من الأماكن الخطيرة والمحظورة على مستوى العالم. اللي أخد الصورة دي مصور مجنون اسمه إيرون، وقرر إن هو يجازف ويثق في الحتة اللي واقف عليها بالرغم إنه كان ممكن يخسر حياته هناك. في 2013 وتحديدا في هولندا، 2 مهندسين قرروا انهم يصعدوا توربين رياح علشان يعملوا بعض الصيانة والإصلاحات اللازمة. المهم حصل ماس كهربائي، والنتيجة ان التوربين اشتعل فجأة. شخص ما قدر يوثق اللحظة الأخيرة للمهندسين قبل ما يفارقوا الحياة، وقال شفتهم من بعيد حضنوا بعض وكأن كل واحد فيهم بيواسي التاني قبل الموت مباشرة. طبعا ربنا يرحمهم، وأكيد الرعب والفزع كان مالئ قلوبهم في اللحظة دي. الصورة دي البنت اسمها جودي، عمرها 19 سنة، وتم التقاط الصورة في خمسينيات القرن الماضي. المهم اللي أخد الصورة هو القاتل ذات نفسه، وده كان اسمه هارفي جلاتمان، وكان واحد من القتلة المتسلسلين حول العالم، واشتهر باسم قاتل الفتيات الساحرات، البنات الجميلة يعني. المهم كان بينتحل شخصية مصور فوتوغرافي وياخد البنات عند مسرح الجريمة، وكان بيحب يوثق اللحظات الأخيرة للضحية وياخد لها صورة للذكرى قبل ما يقتلها. تخيل انت احساس البني ادم في موقف زي ده، وهو عارف يعني انه بعد شوية هيتم قتله. طبعا احساس مليان بالرعب. في لبنان وتحديدا في سنة 1982 كان في ملجأ للأمراض النفسية والعقلية. المعالج اللي كان موجود في المستشفى ده كان بيحب يربط الأطفال بالمنظر اللي انت شايفه، طبعا سلوك غير مقبول، واترفض تماما التعامل بالشكل ده في أيامنا حاليا. السلطعون العنكبوتي، وده صورته ظاهرة قدامك دلوقتي، موجود في بعض سواحل اليابان، وبيعيش على عمق 1970 قدم. وزنه بيوصل لحوالي 42 رطل، وطول الساق الواحدة أو الرجل يعني بيوصل ل 12 قدم. لحسن الحظ إن هو ما أكلش البشر قبل كده، أو بمعنى أصح محدش اتعرض للهجوم منه، وده واحد من أكبر المفصليات على مستوى العالم. ودي صورة البدلة كان بيلبسها الصيادين في القرن التسعتاشر، وكانوا بيستخدموها في صيد الدببة في سيبيريا. دي بقى مصنوعة من الجلد المبطن، وزي ما انت شايف كده مليانة بمئات المسامير الحديدية، وطول المسمار بوصة واحدة. ودي طبعا كانت بتحميهم من هجوم الدببة، وكانت فكرة ناجحة في التوقيت ده. من أكتر الحاجات المرعبة حرفيا عند الشعب التراجي هي طقوس الموت أو الجنازة. باختصار شديد، بدل ما بيدفنوا الميت في المقبرة يعني بيحنطوه ويخلوه قاعد في البيت وسطهم وكأنه بالظبط لسه عايش. وكمان بيغيروا له ملابسه بشكل يومي، وبيحب يعني يعتنوا جدا بالجثة بتاعته، وأوقات يلبسوه نضارة شمس أو قبعة أو حاجات من النوع ده. تخيل بالليل لما حد يدخل الصالة ويلاقي جثة قاعدة بتتفرج على التلفزيون مثلا يعني. طبعا حاجة غريبة جدا ومرعبة في نفس الوقت. في سنة 1970 وتحديدا في استراليا، كان في شاب مراهق عمره 14 سنة اسمه كيس بسفورد. المهم يعني كان هرب من المدرسة وراح استخبى في طيارة ركاب بهدف ان هو يسافر رحلة مجانية من غير ما حد يحس بيه. لسوء الحظ ان الطيارة اول ما ارتفعت على بعد حوالي 200 قدم كانت فتحت الحجرة مرة تانية اللي بتسحب فيها العجلات بتاعتها، ودي الغرفة اللي كان مستخبي فيها الشاب ده. بالصدفة مصور اسمه جون جيلباين كان بيوثق لحظة إقلاع الطيارة، وفي اللحظة دي كان ظاهر الشاب وهو بيقع من الطيارة، والنتيجة بدل ما يروح الرحلة المجانية للأسف كان فارق الحياة. في سنة 1976 في اليابان اكتشفوا نوع مفترس جدا من القرش، وأطلقوا عليه اسم القرش ذو الفم العملاق. وطبعا منظره مخيف زي ما هو واضح في الصورة قدامك دلوقتي. ولحد هنا الفيديو ده انتهى. لو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. اهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، واخر حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.